السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. معنا الممثل أنور رستم. أنور رستم هو ممثل مصري أدى أدوار ثانوية في السينما والتلفزيون. فنان أنور رستم ليه حوالي 45 عمل مسجلين، هنذكر منهم في عام 1977 شارك في مسلسل أنهار الملح، وفي عام 1978 مسلسل الصقر الذهبي، في عام 1979 مسلسل زيارة ودية كان بيعمل شخصية مدير مصلحة الضرائب، وفي عام 1979 أيضا شارك في مسلسل الشوارع الخلفية. وفي عام 1981 كان ضيف شرف في مسلسل أبواب المدينة الجزء الأول. وفي عام 1983 كان بيشارك في مسلسل أحلى من جدول الضرب. أما في عام 1984 فكان مشارك في مسلسل محمد رسول الله الجزء الرابع. وفي عام 1985 له مسلسل رسول الإنسانية. في 1985 أيضا كان بيعمل شخصية وجدي في فيلم آباء وأبناء. أما في عام 1986 فكان مشارك في مسلسل الأفيال. وفي عام 1987 كان بيعمل دور سعد الله في فيلم أسعد الله مساءك. يا ترى يا سيد حليم عندك فكرة عن الشؤون الإدارية الخاصة بشركات المقاولات؟ أما في عام 1994 كان بيعمل شخصية الأمير نامق في مسلسل بوابة الحلواني الجزء الثاني. وفي عام 1995 كان بيعمل شخصية إبراهيم في مسلسل ليالي الحلمية الجزء الخامس. كان بيعمل دور كريم ثابت ضيف حلقات مسلسل رد قلبي عام 1998. قصدي يعني عندك خبرة سابقة في الوظيفة المطلوبة. أما في عام 2000 فكان ليه مشاركة في شخصية الدكتور ممدوح عبد السميع في فيلم الكلام في الممنوع. وله أيضا في عام 2003 مسلسل الناس في كفر عسكر. بس أنا مش فاكر إن أنا شفتك قبل كده. عايزين نطور مخازن الشركة، ممكن تديني فكرة مختصرة عن أسلوبك في التطوير؟ أما في عام 2005 كان مشارك في مسلسل أرض الرجال، وفي 2007 مسلسل نقطة نظام، وفي 2009 مسلسل البطنية، وفي 2010 مسلسل بيت الباشا. الفنان أنور رستم وممثلين زمان ونجومنا الخالدين تاريخ وفاته كان 29 أكتوبر عام 2010. كنا نتحدث عن الفنان الممثل المصري الراحل أنور رستم وممثلين زمان ونجومنا الخالدين.